يا مساء الفل، عاملين إيه؟ مساء الفل عليكم. النهارده أنا جاية أكلمكم عن skill مهمة جدًا، وهي الskill بجد المهارة اللي خلّتني أقدر أتقبل في أكتر من 40 منحة، وكمان خلّتني أسافر أكتر من 14 دولة وأنا لسه في الجامعة. المهارة ببساطة هي الفرق. لو أنتم أول مرة تشوفوني، أنا اسمي عالية، وأنا هنا باقدم محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر. الفيديو النهارده هيكون personal أكتر، هاكون باكلمكم عن مهارة عندي، واللي ساعدتني إن أنا أسافر 14 دولة وأنا لسه في الجامعة. واللي ساعدتني في حياتي في العموم. طيب عشان أعرفكم بيّا زي ما أنتم شايفين كده، أنا شخص فراك، أنا مبسوطة بجد إن إحنا عملنا كذا فيديو، يعني أنا مش عارفة الفيديو ده هينزل إمتى، بس أنا مبسوطة، يعني أنا حاسة إن أنا مرتاحة دلوقتي. أنا ما قُلتلكوش بس أو ممكن قُلت لكم في أول فيديو، بس أنا مش متعودة إن أنا أول مرة حاسة إن أنا باكلم الكاميرا من ضهرها كده، اللي هي أنا باصور بالموبايل من ضهره، كنت باصور على طول سيلفي، فكنت شايفة نفسي، فكنت حاسة إن أنا يعني عارفة interact أكتر، عارفة أتكلم أكتر. بس أنا دلوقتي مبسوطة، اتعودت، حاسة إن أنا قاعدة في استوديو يعني. فتمام. فده حاجة برضه مهارة عايزة أكلمكم عنها بمناسبة الكلام ده. المهارة هي الفرق. إيه المهارة اللي خلّتني بجد وساعدتني إن أنا أسافر 14 دولة، وميّزتني عن باقي زمايلي، واللي كمان مميّزة ناس تانية كتير، إن أنا شخص فراك. طيب قبل ما تقول لي يا عالية أنا عندي 30 سَنة، أو أنا عادي في العشرينات، أو أنا لسه في المدرسة، بس أنا معلش أنا مش زيِّك، أنا مش شخص فراك. لا، لأ، مش اللي في دماغكم خالص. شخص فراك دي معناها إن أنا كنت باحب أجرّب كل حاجة. يعني إيه؟ أنا كنت عادي زمان وأنا صغيرة، يعني ماما ما كانتش بترضى تودّيني طبعًا، يعني لمّا كلمتها عن التطوع وكده قعدت تقول لي: "لأ." وخافت، عارفة زي يعني ممكن يكون زي أهاليكم أو أنتم نفسكم مثلًا، في ناس كتير بتسألني. فعادي جدًا، أنا كنت شخصية عادي طبيعية جدًا. اتطوّعت في الأول في رسالة وأنا صغيرة وأنا 13 سَنة، كنت باتطوّع في المدرسة، كنت باوزّع بسكوت. جماعة أنا فيّا حُب الخير ده من زمان، أنا عمري ما تخيّلت، بس أنا كنت باعمل الحاجات دي. أنا كنت شغّالة مع الوكيلة قبل كده، يعني كلام كده وأنا في تانية إعدادي، كنت أنا باختم الأرقام الجلوس. حياة بجد مليئة بالتطوّع والمساعدة. أنا مبسوطة على فكرة، أنا باهزر وباقولها بهزار، بس أنا مبسوطة لمّا افتكرت الحاجات دي. فأنا لمّا بدأت في ثانوي، وكمان في ثانوي أنا كنت في COVID، بس أول بجد حاجة غيّرتني وأنا في أولى جامعة، إن أنا خلاص بقى عندي 18 سَنة ساعتها، وبقيت أجرّب حاجات كتيرة. فأنا ساعتها بدأت أكتشف نَفْسي، بدأت أشوف عايزة بتحب إيه. يعني أنا ما كنتش موفّقة أوي في اختيار الكُلّية بتاعتي، ودي حاجة أنا باشوفها عندنا بجد في وطننا العربي. يعني زمايلي مثلًا من أوروبا على طول بياخدوا حاجة اسمها gap year، بياخدوا السَنة ما بين ثانوي والجامعة، خصوصًا لو هُم مش عارفين هُم عايزين إيه، إن هي تعرّفهم. أنا ما خدتش gap year زي أي حد، أنا اتخرّجت وأنا عندي 17 سَنة، عادي دخلت الجامعة على طول. ف يعني ما توفّقتش في اختيار الجامعة الصراحة، ما كنتش مبسوطة فيها خالص. بس مش مشكلة، هابقى أحكي لكم ده في فيديو تاني، ده مش موضوعنا. بس عايزة أقول لكم بقى أنا عملت إيه تاني، يعني بعيدًا كمان عن الدراسة. أنا كمان طبعًا اتعلّمت في الجامعة، ده كده، يعني أنا حاجة مش حاباها، بس برضه اتعلّمت فيها، يعني هي برضه معلومات قيّمة لحد الآن، أنا أكيد مش باغلط في الجامعة يعني. أنا كمان بدأت أبدأ حاجة كبيرة جدًا، هي التطوع. أنا بادئاه من زمان، بس بدأت آخده يعني بانحياز تاني خالص، بمنحنى تاني خالص. وهو إن أنا بدأت أتطوّع أكتر، بدأت أتطوّع كمان في organizations، مش أتطوّع بس online، لأ، مش بس رسالة، لأ، بدأت أتطوّع في الحاجات اللي هي إيه، ليها علاقة بقى بطلاب الجامعة، إن إحنا نروح إيفنتات، إن إحنا حتى إن أنا أشتغل PR، إن أنا أعمل social media. كان تحفة. وكمان مش تطوّع بس، بدأت آخد كورسات online. يعني أنا هاعمل لكم فيديوهات كاملة يا جماعة، فيديو كامل عن الcourses مثلًا online اللي مع الأمم المتحدة، لإن ده مهم جدًا. فبدأت آخد courses برضه، وبدأت أشوف المجالات اللي باحبها. أنا ما كنتش متخيلة يا جماعة إن أنا ممكن أحب مجال الmarketing مثلًا، يعني أنا دلوقتي digital marketer، ما كنتش متخيلة إن أنا أحب الmarketing وcontent creator. أنا عمري ما كنت أتخيل أصلًا. بُصّوا يا جماعة أقول لكم الصراحة، عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أبقى شخص creative، يعني الصراحة يعني. وعلى فكرة يا جماعة كل حاجة تقدروا تتعلموها، نفسكم تغنوا، يعني أنا مثلًا كنت في المدرسة كان في ناس صوتها حلو، وأنا كنت مستغربة أنا ليه صوتي مش حلو. لو نفسكم تغنوا تعرفوا تغنوا عادي على فكرة. بجد كل حاجة بالتعلُّم. أنا باحب الموهبة وكل حاجة، بس أوكي سلِّم لي على الموهبة وأنت تتعلّمش، بس. فأنا أحب الناس، يعني أنا بافضّل بجد دلوقتي أتعامل مع الناس اللي ممكن ما يكونش عندها موهبة، بس عايزة تتعلّم. دي الناس اللي أنا بجد يعني جيبوها عندي وأنا أعلّمها، أو أنا أتعلّم معاهم طبعًا. يعني باكلّمكم بجد إن هو لو حد أصغر منّي أنا أحب أعلّمه جدًا، لو هو شخص فعلًا عايز يتعلّم. لكن الشخص اللي أنا عندي موهبة وقاعد عليها دي، اللي هي أنا شخص بيعرف يغني، طَب ما تطوّر من صوتك. لكن إيه، لأ أنا شخص جامد، أنا جامد جدًا ما تتكلموش معايا، لأ. فيعني لو أنتم ناس زيي برضه ما كنت يعني برضه وأنتم صغيرين ما كانش عندكم موهبة معيّنة، أو موهبة اللي هي فَذّة مثلًا، اللي هو واو دي صوتها حلو أوي، دي رسّامة، عادي جدًا، بجد كلنا بنتعلمها، فما فيش أي مشاكل.
وأي حاجة تقدروا تتعلموها، فكنت باكلمكم عن ده. وحرفيًا على حوار الفن أنا برضه بجد يعني ممكن نقول شكرًا للسنة دي، هاعمل لكم فيديو تاني على كل الحاجات اللي أنا عملتها السنة دي المختلفة، إن أنا بجد بدأت أرسم شوية. بجد مبسوطة أوي، بجد بدأت حتى إن أنا آخُد courses غُنى على اليوتيوب عادي جدًا يعني، أنا أتمنى طبعًا إن أنا بجد آخُد في الحقيقة بجد تبقى experience لذيذة، بدأت أروح sessions تلوين، بدأت أروح sessions أعمل صناعات مختلفة، مش عارفة أفهّمكم إزاي، بس هاعمل لكم فيديو أشوف كده الفن بعيون تانية غير زمان وأنا شايفة إن الفن ده ليه ناسه، لا، لأ، مش ليه ناس ولا حاجة، وبدأت أشوف مواهب جوّايا أنا عمري ما كنت شُفتها. مش هتطلع إلا لمّا أجرّب، فده اللي باقول لكم عليه، جرّبوا، جرّبوا، مش مهم سنكم إيه، مش مهم 13 سَنة، مش مهم 30 سَنة، مش مهم 50 سَنة، بجد جرّبوا. أنا عندي مشكلة بجد إن أنا مثلًا لمّا أكون يعني مش عارفة الناس على طول اللي هو إيه، هاجرّب لمّا أخلّص مدرسة، هاجرّب لمّا أخلّص كُلّية، هاجرّب لمّا أتجوّز. طَب ما نجرّب دلوقتي، بجد ما نجرّب دلوقتي، إيه المشكلة يعني؟ وما فيش مشكلة يا جماعة لو إحنا جرّبنا حاجة وطلعت مش مناسبة لنا، عادي جدًا، يعني أنا في حاجات كتيرة جرّبتها ومش مناسبة لي، بس على الأقل جرّبتها، على الأقل أنا مش ندمانة دلوقتي، على الأقل أنا عارفة دلوقتي أنا باحب إيه. وفي حاجات تانية جرّبتها وحبيتها جدًا، فبجد ابدأوا، وبجد والله الوقت عمره ما عدّى، يعني أنا عندي يعني في حرفيًا ناس صغيّرة جدًا، ناس عندها 17 و16 سَنة بيقولوا لي: "عليَّ حاسين إن الوقت عدّى." على فكرة وأنا عندي 16 و17 سَنة ما كنتش بالجمدان ده اللي أنتم مفكّرينه يعني، عادي جدًا كنت بجد كنت باروح الدروس، وكنت باتمشى، كنت عادية جدًا على فكرة يعني، يعني عادي، وكلّنا بجد عندنا حتى لو أنتم مش شايفين بعيونكم، بس بجد كلّنا عندنا حاجات عملناها إحنا بس مش مش واثقين كفاية في نفسنا، ده غلط، لأ، ولو أنتم عندكم 30، 40 سَنة الوقت عمره ما يفوت بجد، بجد، يعني يا جماعة عايزة أشارككم حاجة بجد أنا باتبسط جدًا وأنا في الgym بجد، يعني أنا مثلًا باشيل 5 كيلو والاقي مثلًا يعني واحدة قد والدتي بتشيل مثلًا 15 كيلو، أنا باكون مبسوطة أوي وبجد اللي هو إيه، ماشي أنا عايزة أشيل أنا كمان 15 كيلو، متحمسة أوي عامةً إن أنا أشيل أوزان أعلى في الgym. فعادي جدًا، ابدأوا بس، وبجد برضه كنت لسه آخر مثال، آخر مثال، بجد كنت لسه يعني كنا في زي ماراثون عَجَل كنا كلنا، بجد كان معايا ناس سنين مختلفة، يعتبر أنا أصلًا كنت من أصغر الناس، وحرفيًا الباقي كلّه الأربعينات وفي الخمسينات، في الخمسينات، اتبسطت أوي، وده بجد اللي أنتم عايزين تعملوه هتعرفوا تعملوه، إحنا بس بنحب الحِجَج بجد، وأنا كمان ساعات أنا مش أنتم بس، أنا ساعات كمان على فكرة باعمل كده، ساعات اللي هو إيه، خلاص أنا حرفيًا كنت بافكر أصور الفيديو ده بكرة، ليه؟ يعني ما تصوريه دلوقتي، فمثلًا لأ أنا هاعمل editing بكرة. ليه؟ ما تعملي editing دلوقتي، إيه التسويف اللي إحنا بنعمله ده؟ لأ، ابدأوا يا جماعة، بجد ابدأوا، خدوا الخطوة، يعني مثلًا أنا بجد ما باتقبلش في أي منحة، أنت قدّمت في كام منحة؟ بجد قدّمت في منحتين؟ صباح الخير، هاعمل لكم فيديو كامل عن الغلطات اللي أنتم بتعملوها وأنتم بتقدموا على المنح أو بتقدموا على الشغل، هتفيدكم جدًا، بس لأ، ابدأوا وخليكم كده ناس فرّاكين، جربوها، جربوها، جربوها شهر، جربوها بجد شهر، جربوا كده، وعلى فكرة التطوع مش بس للسن الصغير، يعني أنا كنت مفكرة إن أنا لمّا أخلّص جامعة هابطّل أتطوع، أنا ما بطّلتش أتطوع ولا حاجة، على العكس أنا باحب بس أتطوع جدًا، تخيّلوا كده أنتم بس يعني مش لازم بس تطوعوا بجد offline مش لازم تطوعوا في المكان، ممكن تطوعوا online، أنا باتطوع حرفيًا إن أنا أكتب أنا بوستات السوشيال ميديا بتاعتهم، إيه المشكلة يعني؟ عادي، باحب أتطوّع في shelter مثلًا، أخلّي بالي من الكلاب، ولو أنتم مش بتحبوا الحيوانات مثلًا ممكن تطوّعوا في ملجأ، ممكن تطوّعوا مع رسالة، ممكن تطوّعوا بجد إن أنتم مثلًا توزّعوا بطاطين، الحاجات دي لذيذة جدًا، أنا بجد باحب كل أنواع التطوّع، أنا بس التطوّع اللي في الجامعة هو اللي كان مختلف، إن أنا بجد بقى روح الشباب دي بقى وعلى فكرة كان معانا ناس لحد 30 سَنة في التطوعات دي، فعادي جدًا يعني، من أول 16 سَنة لحد 30 سَنة، فبراحتكم يعني، أنا بس اللي خلاص بجد حاسة إن هو باي باي. أنا عامةً باعمل التطوع بتاعي وإن أنا باتكلم معاكم دلوقتي، يعني it's enough for me الصراحة. وباطلع sessions وباروح events it's okay it's enough يا عالية، بس لو أنتم بجد لسه يعني أنتم متخرجين من الجامعة وعندكم وقت، أنا بارشّح جدًا إن أنتم تعملوا حاجة زي دي وتتطوعوا وتعملوا إيفنتات، يعني هتبقى حاجة لذيذة جدًا وتكلموني طبعًا، دي حاجة باتبسط بيها جدًا. فبس، وكمان حاجة بجد أنا كمان عملتها، يعني أنا مثلًا في الجامعة دي جرّبت كمية رياضات مختلفة بجد، يعني كنت على طول أنا على طول باروح الgym عامةً، بس كنت باروح الkick boxing يا جماعة أنتم واخدين بالكم والّا لأ؟ أنا واخدة ميدالية في الkick boxing. ماشي وعاملة نعناع طبعًا، بس أنا واخدة ميدالية في الkick boxing الميدالية الدهبية ماشي، وهاقول حاجة بقى في الحياة، يا جماعة عايزة أقول لكم أنتم لو خدتوا بالكم أنا بقيت في النُص يعني مَج النعناع، يعني وأنا باصوّر كده لقيت الموبايل أصلًا ما كانش بيصوّر، تخيّلوا! يعني أنا حرفيًا كنت صوّرت 15 دقيقة كمان غير ال10 دقايق اللي فاتوا دول ما كانش بيصوّر.
بس خلاص يعني هو الفيديو بيتكلم على الفرق، وبيتكلم عن إن إحنا إزاي نhave a positive يعني energy، إزاي نبقى عندنا طاقة إيجابية. فأنا هاكمل الفيديو مش هاقفله. كنت باكلمكم عن مدرسة الkick boxing، إن أنا كنت واخدة بطولة في الkick boxing، ويعني إن أنا ما كمّلتش في الkick boxing، بس أنا عملت رياضات تانية كتير عادي جدًا، وأنا مبسوطة بجد بالرياضات اللي أنا عملتها. يعني أنا جرّبت تنس، جرّبت سباحة، رُحت عَجَل. بجد يا جماعة الوقت عمره ما فات والله، بجد ابدأوا جرّبوا حاجات جديدة، ابدأوا جرّبوا رياضة جديدة، شوفوا أنتم بتحبوا إيه، شوفوا وأنتم صغيرين كده كان نِفْسكم في إيه تعملوه. يعني أنا طول عمري كان نِفْسي أركب عَجَل. فآخر مرّة مثلًا رُحت ركبت عَجَل لفّيت الزمالك بيها كلّها. متخيّلين نِفْسي أركب عَجَل بقى لي قد إيه؟ بقى لي سنين حرفيًا، بس أنا ما كنتش عايزة أعملها. طَب ليه يعني؟ ليه مش عايزة تعملي حاجة زي دي؟ ما جرّبوا يا جماعة، جرّبوا، ما تقوليش إن ده مش كل الناس عندها الرفاهية دي. هو أنا متخيّلة إن النُص ساعة اللي في اليوم دي أو الساعة مش هي دي اللي ضيّعت اليوم، بجد، أو إن إحنا نصحى ساعة بس بدري مش دي اللي ضيّعت اليوم بتاعنا. فبجد أنا برضه باقول على لنفسي حِجَج كتير، بس يعني إيه، يعني لأ، لأ يا جماعة نبدأ بجد وننبسط. وحاجة مهمة جدًا، الفيديو ده طبعًا هاكون باتكلّم فيه زي ما أنتم شايفين، أنا باتكلّم فيه من القلب للقلب حرفيًا. أنا عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة هي صحتكم النفسية بجد، وإن أنتم تكوّنوا علاقات ويبقى عندكم connections مع الناس، مع أصحابكم. يعني أنا لمّا بدأت أسافر، بدأت أبعد شوية عن الناس واحدة بواحدة. هو كمان أنا طريقة تفكيري اتغيّرت عن المجتمع اللي حواليّا، أنا متفهّمة ده، بس أنا مش عايزاكم تعزلوا نفسكم. على طول باشوف إن الناس اللي بتبدأ في حاجات مختلفة بتعزل نفسها، بس أنا مش شايفة إن ده صح. وأهو باتكلم أهو من experience، ده ما كانش صح. يعني شوفوا صاحب واحد، صاحبة واحدة عيلتكم. بجد يا جماعة ما تسيبوش نفسكم إن أنتم بس تفضلوا تجروا، 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 تجروا. أنا باقول لكم تبقوا أشخاص يعني يبقى عندكم، يعني تبقى شخص فراك، بس ما تبعدوش عن الناس كلها، ما تبعدوش عن صحابكم، ما تبعدوش عن أهلكم. عادي، خلّي عندكم الconnection دي أصلًا اللي هتخلّينا نعرف نكمّل. فأنا عايزاكم تنبسطوا في حياتكم. وحاجة بجد مهمة جدًا هاعمل لكم فيديو تاني عنها، هي القراية يا جماعة، هو الreading، القراية في العموم بجد، إن أنتم بقى تقرأوا كتب. أنا بجد وأنا صغيرة أعتقد إن هي مرحلة عمرية، أنا ما كنتش باحب أقرأ. يعني وأنا صغيرة كنت باحب أقرأ روايات، وبعد كده بطّلت أقرأ كتير أوي، حرفيًا ممكن ثانوي وأول 3 سنين مثلًا من الجامعة، مش عارفة ليه، بطّلت خالص لحد ما بدأت تاني إن أنا أبدأ أقرأ. يعني بجد، ومش لازم تقرأوا اللي هو زي الكتب يعني زي الكتاب ده، عادي أنا في كتب باقرأها على موبايلي، مش كل الكتب جايباها. في ناس بتقرأ على التابلت بتاعها، بتقرأ على اللابتوب. فما فيش اللي هو حِجَج، ما فيش حِجَج خالص، اللي هو ممكن تقرأوا على الموبايل عادي، اللي هو موبايلكم الصغير ده تقرأوا عليه. أنا باعمل ده فعلًا، لإن أنا في الأغلب أصلًا يعني أنا مقضية نُص حياتي أصلًا مواصلات، بجد مقضية نُص حياتي واللي هو سفر وكده، فاللي هو مقضية ما بين المحافظات حتى في مصر. فعادي يعني، فحاجة مهمة بدل ما نقعد بس نسمع أغاني طول الطريق، لأ، اقرأوا كتاب بجد. فدي كانت حاجة لذيذة جدًا، وبجد يعني فتّح في مُخّي. يعني مثلًا كتاب كده يا جماعة، كتاب Atomic Habits اللي هو العادات الذرية، في منّه باللغة العربية برضه. برضه أنا على طول باقول إن أنتم ممكن تقرأوا كمان الكتب بالEnglish، دي هتساعدكم جدًا إن أنتم تتعلموا English كمان. بجد إن أنا هاسيب لكم أصلًا فيديو في الdescription، هو هيطلع لكم هنا برضه، مش عارفة هيطلع لكم هنا والّا هيطلع لكم هنا. أنا لسه جديدة في حوار اليوتيوب ده، فأنا ما أعرفش يعني يطلع لكم هنا أو هنا، عادي أنا قُلت لكم. هو كنت يعني هاعمل لكم فيديو كامل عن رحلتي في تعلُّم الEnglish، وإزاي أصلًا ممكن تتعلموا English، فاتفرّجوا عليه لإنه مهم جدًا، بعد طبعًا ما تخلصوا الفيديو ده. ف بجد الكتب مهمة جدًا، يعني كتاب زي Atomic Habits ده الناس كلّها قالت عليه حلو، هو فعلًا حلو. عارفين اللي هو لمّا يكون في حاجة كل أصحابك بيكلموك عنها وعيلتك وكده وتجرّبوا وتطلع حلوة فعلًا، هو الكتاب ده عامل كده. بجد يا جماعة كتاب عبقري، الشخص اللي كاتبه ده بجد أنا شايفاه شخص عبقري. بجد بيتكلم عن العادات اللي إزاي اللي إحنا بنعملها كل يوم. وأنا بجد حتى كنت باقرأ كتابه بنفس العادات اللي هو كان بيقول عليها. تمرين السباحة، أنا كنت يا جماعة بدأت أروح تمرين سباحة من السنة اللي فاتت، والسنة دي كمان. فهو تمرين السباحة بعيد عن بيتي حرفيًا يعني ساعة بالمواصلات. فأنا حرفيًا كنت باروح مثلًا باصحى 7:00 بانزل 8:00. كنت بافضل الساعة دي باسمع أغاني، بس أنا أصلًا مش قادرة بجد والله، أنا مش قادرة أول ما أصحى إن أنا أسمع أغاني أصلًا. فقُلت أغيّر، بدأت أقوم حاطة في الairpods بتاعتي، حاطة السماعات في وداني وأحط صوت مطر كده، وأقوم أقرأ الكتاب. بجد كان تحفة. متخيلين إن أنا عملت عادتين مفيدين مع بعض. وأتمنى بجد الفيديو يبقى فادكم. لو عندكم أي ملاحظات أو عندكم أي comments على الفيديو بجد اكتبوا لي في الكومنتات، يعني عايزين تعرفوا إيه أكتر، لو في point عايزين نتكلم عنها أكتر. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي، أنا هاحب جدًا أعمل لكم videos تانية على skills تانية برضه مهمة. وما تنسوش تعملوا لي subscribe، دعمكم هيفرق معايا جدًا إن أنا أكمل المحتوى التعليمي اللي أنا باعمله. فاعملوا اشتراك للقناة، وكمان فعّلوا زر الجرس. links السوشيال ميديا بتاعتي تابعوني برضه عليهم. ويومكم سعيد، باي باي.